كما تشاهدون الآن هذا هو الكروجن الذي يحصل في المين بي سي بي. سنقوم بتنظيفه في هذه اللوحة وحدته، وهناك أيضا يحصل كروجن، هذا واحد آخر. على هذه المكثفات يحصل بها كروجن، السبب يعود إلى الرطوبة. هنا بعض المقاومات التي يحصل بها عدم توصيل نتيجة أيضا الرطوبة. هذه مقاومة R202 لا تتصل بشكل مباشر وهي متصلة مع جهد. وأيضا هذه العناصر ستلاحظون اختلاف في أحد الألوان. طبعا كل مكثف باختلاف باللون يجب أن يكون نضع عليه بالماركر الأبيض كوركتر حتى نعمل له إزالة وتجريب الهارد. مشكلة هذا الهارد أنه لا يعمل سبين. أعتقد أن هذه هي الميموري الخاصة به، 4003 تقريبا 32 كيلو. سامسونج تستخدم هذه الأرقام أيضا، 4 3 صفر 3 تستخدمها أيضا سامسونج والشركات اليابانية كميموري، لكن هذه بها 15 أرجل، واحتمال أن تكون أي سي خاصة بالباور أيضا، باور مانجمنت. وأيضا هذه المقاومات يحصل بها عدم توصيل جيد. الأي سي الخاص بالدرايف الخاص بالهارد ديسك، بالمحرك الخاص بالهارد ديسك، واختيار الكلوز الخاص بالفولدر محدد. وهذه اي سي الميموري دي رام، ديناميك رام. الديناميك رام لا يوجد، ليس لها علاقة في حال لم يدور الهارد درايف. هذه عدم السبين له علاقة إما بالموصلات هنا نفس اللوحة الأخرى، أو أن يكون نتيجة الرطوبة هناك فصل في أحد المقاومات كما تلاحظون هنا. نشك في هذه المقاومة، وأيضا هنا في هذا المكثف المتصل مع الأرض مقاومته غير سليمة. المكثف المتصل مع الأرض مقاومته صغيرة جدا، وسأقوم بإزالته. قد يحصل طبعا أن يكون الرجل الخاص بالأرضي اتصل مع هذه الأرجل بالغلط، مما أدى إلى أن هذا المكثف يكون بشورت، ليس شورت كامل وإنما شورت جزئي، والله أعلم. طبعا هذا الهارد أحيانا يعمل وأحيانا لا. كما تلاحظون أيضا اختلاف ألوان المكثفات في شدة الرطوبة. هذه عبارة عن لوجيك جيت، لا أعتقد أن لها علاقة بعدم السبين.
النظر إليها فإن أغلب المكثفات في هذه الجهة لا يوجد عليها رطوبة عالية، يعني المكثفات الصغيرة لا يوجد عليها رطوبة عالية، مما يستبعدها من موضوع مشاكل هذا الهارد. شكرا.